السلام عليكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم عباره عن تارت صحيه وراقيه. شاهدوا الفيديو واكتشفوا معنا المكونات وطريقه التحضير. كنحتاجوا واحد 4 ديال البيضات، نفرقوا الابيض عن الاصفر. كذلك كنحتاجوا واحد 400 غرام ديال اليوغور طبيعي خالي الدهون. انا استعملت هنايا يوغور غريك. كنحتاجوا 100 غرام من السكر، 50 غرام من النشا، خميره الحلويات ملعقه صغيره، قشور حامضه محكوكه، كذلك خلاصه الفاني واحد الملعقه صغيره. غادي نضيف غادي نوضع الخليط ديالي في هذا القالب ديال الحلوى اللي القطر ديالو 20 سنتيمتر والعلو ديالو 6 سنتيمتر. وغادي نوضع فيه ورق الزبده وغادي نحاول انني نثبته مزيان. وغادي نوضع فيه الخليط بهذا الشكل.
هنا وضعت القالب ديالي الحلوى في الفرن، درجة الحرارة ديالو 180 درجة لمدة 45 دقيقة. وهكا كيكون الشكل ديالها هنايا في الفرن بطبيعة الحال. ممكن انكم تاخذوا واحد الشوكة ونجربوا واش طابت من الوسط باش نتاكدوا بانها طابت مزيان. من بعد 45 دقيقة بطبيعة الحال كل واحد والفرن ديالو، على حسب كل واحد والفرن ديالو. غادي نحلوا الفرن هكا واحد شي شويه ونخليوها، ما نخرجوهاش من الفران، نخليوها هكا باش تبرد. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي محمره. خليتها تبرد من طبيعه الحال، وهنايا خدات هذاك الشكل ديال ورق الزبده في الجوانب ديالها. هنا كما كتشوفوا قطعتها باش تشوفوا الشكل ديالها، كتجي خفيفه وزينتها بالسكر الثقيل. وهنا في صحن التقديم زينتها بشويه الليمون، شويه الكركاع، شويه اللوز وشويه الرمان، كذلك شويه الزبيب. ممكن تزينوها بالفواكه اللي بغيتو حسب اللي موجود عندكم بطبيعه الحال. كذلك ممكن تاكلوها غير هكا بوحدها، لذيذه وشهيه. ممكن تاخدوها مع كما قلت لكم سابقا مع القهوه، مع اتاي او عصير. كتجي راقيه ولذيذه، والاهم من هذا انها صحيه. جربوها وخليوا لي التعاليق ديالكم، وبالصحه والراحه.